كوكو لي في إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم شوفوا السيدة هذه كانت مخلطة في شعرها، من الفوق راه عندنا أسود ومن التحت راه ماغو وراه فيه ليماج قاع لتحت في الأطراف. راح نقصوا لها شعرها من بعد راح نديروا لها ليماج. قعدوا معايا باش تشوفوا الريزلت كيفاش خرجت. الريزلت راني حاطتها لكم في البداية تاع الفيديو بيان سور. طريقة القص راني شارحتها البنات في أكثر من فيديو. لازم الشعر يكون مغسول، ماذا بيكم تخدموا على شعر نقي ومشمخ. باه نبدو نقصو لازم الشعر يكون مشمخ. هنا مانيش مشمخاته بزاف، هي من الاحسن يكون مشمخ غايه باش تقبضوا لا فورم تاع الشعر تاع الكوبه. راح ندير لها كيلي كورت كيما شفتوها في الفيديو. نبدو سيباراسيو دائما من الخلف ونبدو نقصو على حساب الطول اللي تبغيه الزبونه، والفوق نقعدو نفتو في الشعر. البنات انا سيباراسيون ما نكترش لي كراب في الشعر، نسيباري شعر على زوج كيما راكم تشوفوا. كاين لي سيباري على 4، كاين على 6، كل واحد وكيفاش يخدم. انا نسيباري على زوج برك ونبقى نخدم. ميم شوز نبقى نسيباري نرفد شويه من الشعر التحتاني، نطلع يديا غير شويه والمقص. ما لازمش نطلعوا يدينا بزاف، يعني ما نوصلوش حتى لنص الراس باش ما تجيناش كوب كارفون. احنا رانا بنديرو كيلي كورت. الا طلعنا يدينا الفوق اكثر من اللي راني ندير انا، يعني نص الراس، راح تجينا كوب كارسون، راح تجينا كيلي كورت. تقريبا قاع داك الشعر المحروق اللي راه من التحت قاع قلعته، قاع قصيناه. راه باقي عندنا درك هنا باقي زوج تاع الكولا، باقي شويه من الماغو والشعر طبيعي من الفوق. نقلب نكملو هنا، باقي لنا لاميش برك لا ميم شوز، نكملو بنفس نفس الطريقه حتى نكملو قاع الراس. نكسلو مليح الشعر بالبينياكو، لازم كيما قلت لكم الشعر يكون مشمخ مليح باش ندو لا فورم تاع الكوبا. عاد من بعد نبدا نقصو. كيما راكم تشوفوا نكسلو مليح بالبينياكو ونقصو قاع هداك الزائد، نقصو على الشعر اللي نكونو ديجا قصيناه. ماش البنات ما عنديش كيفاش نصور لكم قدام، باسكو كنصور راح نحكم وجهها، نردوها للجهه اليمنى ونمقصو، نعاودو الجهه اليسرى ونمقصو باش تجينا من بعدا شغل ديكغادي. هنا بعد ما كملت لها القص شندير، راح نشف لها شعرها بيان سور، نشفوه لها من الماء، راح نشفوه لها 100% الماء، لازمش يبقى فيه الماء باش يخرج لنا من البوني، ولا نديرو لها بغوشينغ خفيف. هنا درت لها الساشي كيما راكم تشوفوا هي الاولى، عاد من بعد درت لها البوني. علاش بالك بعض المشتركات بالك يسقسوا علاش درتي الساشي من تحت، باسكو عندي البوني هذا التقابي تاوعه شويه كبروا، يعني الديكاباج راح يدخل لي تحت يخرج من الثقبه ويدخل للغاسين تاع الراس. هنا راح يعطيني اللون الاورانج في لاغاسين، على هذيك ندير الساشيه من تحت. يعني البوني من كثره الاستعمال التقابي تاوعه شويه كبروا. هنا ماشي يبانوا لكم مليح، يبان مبلع، ما هي انا راني نشوف فيها التقابي تاوعها كبروا شويه. المهم نبدو السحب، نحاولوا نسحبوا الخصلات كاع كيف كيف، نحاولوا نديروا كاع الخصلات كيف كيف، ما نديروش جهه واحده صغيره واحده كبيره باش من بعد ما يجيناش جهه شارجي وجهه خفيفه.
نركزوا على الجهة الخلفية هذه باسكو الشعر راه عندنا مقص بزاف هنا، لازم نخرجوا هذاك الخلف باش ما يبقاناش من بعد نواغ. من بعد نابليكو اي بودرة تفتيح تحبي تاع الخارج تحبي تاع الجزائر. كاين اللي تقولك واش نوع البودرة اللي مليحه، انا استعملت كل انواع الديكاباج يعطوا نفس النتيجه، كاش حاجه زعما في واحد زينه على الاخر. كاع الديكاباج ينشف الشعر. اللي عندها تخدم تشري البروتين هذوك الحبيبات، حبيبات الصفر، كاين حبيبات موف. الحبيبات الصفر هذوك يجوا في الديكاباج، والحبيبات الموف يجوا مع الصبيغه، باسكو راح يطلقوا لنا الزروقيه وكنديروهم في الديكاباج. هذوك البروتين شويه يخلي شعري يعني ما ينحركش بزاف ما ينشفش بزاف. هنا بعد ما فاتت 35 عفوا بعد ما فاتت 45 دقيقه. شوفوا طريقه السحب عفوا. شوفوا كيفاش خرجت لنا، ان شاء الله تكون عجبتكم لا كولور كيما عجبت الزبونه وخرجت فرحانه. البنات نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء، وصحه سحوركم البنات.